السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأنا في حاجات العيد وعملت معاكم الغريبة، وهعمل معاكم النهاردة البيتفور بمقادير مظبوطة، وهيطلع معاكي زي الجاهز بالظبط وهيشرفك قدام حبايبك. لو عايزة تعرفي الطريقة كملي معايا الفيديو للآخر، أقولك على كل حاجة والمقادير بالظبط وازاي عملته ويطلع معاكي زي ما انت شايفة كده. قبل أي حاجة هنسمي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أول حاجة هنا المقادير معايا زي ما انت شايفة كده، أنا هعمل كيلو من الدقيق. بس هنا يا جماعة أنا خدت كيلو وربع دقيق، عليهم 5 بيضات، 350 سكر بودر، وكيلو سمنة، ومعايا كمان 4 أكياس من الفانيليا. أول حاجة كده هنجيب العجان معانا ونضرب مع بعض كل حاجة. هقول لك دلوقتي المقادير بالظبط وهنضرب ايه مع بعضه. اول حاجة هنحط السمنة. هنا زبدة هيت معايا زي ما انت شايفة كده، النوع اللي انت بتستعمليه، انا هنا مستعملة زبدة كريستال. تمام. وهنزل بقى معايا هضرب السمنة كويس كده اهو، لحد ما تاخد معايا ومعاها السكر، لحد ما تاخد معاها لون، تعمل معايا لون ابيض كده زي ما انت شايفة كده. وبعد كده اهي، هنا بقى خلاص ادت معايا اللون الابيض. هنزل بقى بيضه بيضه، وزي ما قلت لك هنا المقادير البيض 5 بيضات، فهنزل بيضه بيضه. طب ليه هنا انا قلت لك معايا كيلو وربع من الدقيق ما قلتلكيش كيلو؟ هي انا هعمل مقادير كيلو بس العجينه احتاجت معايا ربع كمان، فحطيت كيلو وربع من الدقيق عشان يبقى فيه مصداقيه. هنا المقادير بتاعتي كيلو وربع من الدقيق، وهنا بنزل بيضة بيضة، وكل ما تختفي البيضة انزل بالبيضة اللي بعدها زي ما انت شايفة كده اهو. وبعد ما خلصت البيض هنزل بالفانيليا، 4 أكياس من الفانيليا. وبعد ما اضرب الخليط ده خالص ويتماسك معايا هوريهولك دلوقتي ويبقى معايا ابيض كده. هتشوفي دلوقتي كل حاجة، كملي بس معايا للآخر. هي مقاديره سهلة وطريقته سهلة ومش هياخد معاكي حاجة خالص. تمام اهو. هو بيحتاج بس العجان يضربه كده كويس اهو. ده الخليط معايا شكله بقى ابيض كده. هبدأ انزله على الدقيق معايا، وهبدأ بالراحة كده مش هعجن. هلم العجينة بالراحة خالص عشان ما تعملش معاكي عرق كده ويبقى ناشف معاكي تمام ويشد كده. لا احنا عايزين نعمله بمقادير مظبوطة زي ما بنجيبها من بره بالظبط، بحيث كل اللي ياكله ينبهر كده بطعمه ويسألك عملتيه ازاي او جايباه منين. تمام اهو. هنا بدأت العجينة تلم معايا زي ما قلتلك، بنلم العجينة مش بنعجن. بعد كده هبدأ أشكلها بالقمع بتاعي أهو، زي ما انت تحبي بقى، البلبلة اللي انت تحبي الشكل بتاعها. هنا أنا هعمل كذا شكل. دي معايا الشكل الأول اهوت. هبدأ أعمل كده، وبتسيبي فراغ بسيط كده عشان ما يلزقش معاكي. تمام. اهو العجينة متماسكة وقوامها كويس وبتنزل معاكي كويسة، مش تقيلة ولا أي حاجة خالص. جربيه بالطريقة دي إن شاء الله هيعجبك بإذن الله. وهبدأ أخلص الشكل ده وهعمل شكل تاني أهو. بس حاولي تعملي الشكل اللي هتعمليه خليه يبقى في صينية واحدة بحيث ان هو ياخد سوا واحد. ده الشكل التاني معايا اهو. لو انت بقى وصلت لحد هنا ولسه جديدة في القناة وما تعرفينيش، انا رانيا ودي قناتي، بقدم فيها وصفات سهلة وبسيطة على قد الايد. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي رأيك في الكومنتات. وزي ما قلتلك الاشكال دي بتاعتك انتي حسب ما انتي تحبي، مش شرط تعملي، ما انتش ملزمة يعني بالشكل اللي انا بعمله. تمام. اهو كان ده شكله من قريب. هعمل شكل تالت وهو وردة كده اهو. شايفة لا قوام العجينة ما شاء الله كده حاجة زي الفل اهي. كل حاجة قدامك اهي، وكنت مقربة كمان عشان تشوفي شكلها، حاجة كده في منتهى الجمال اهو. بابدأ أعمل بقى الأشكال اللي أنا عايزاها كلها لحد ما الكمية اللي معايا تخلص، والكيلو عمل معايا كمية كويسة. بعد ما خلصت بقى وسويته، ده كان شكله معايا اهو، حاجة كده في منتهى الجمال وزي الفل. حابة تسيبيه كده ماشي، بس طبعا احنا طبعا بنحب نعمله زي ما بنجيبه من بره، فهنزينه. وطبعا مش هيكلفك كتير برضه في التزيين، لانك بتعملي الحاجة المتاحة عندك والمتوفرة عندك وعلى قد ايدك اعمليه. هنا انا كنت جبت معايا ايه، جايبة معايا هنا مربى، وقالب من الشوكولاتة، شوكولاتة خام. وهبدأ أسيحها على حمام بخار، حمام مية يعني.
زي ما أنتِ شايفة كده، والمربى دي عشان ألزق بيها في النُص، ومعايا كمان فارماسي. كل الكلام ده باجيبه من العطار متوفر في أي مكان، وزي ما قُلت لِك التشكيلة والحشوة دي بتاعتِك أنتِ زي ما تحبي، اعملي اللي أنتِ عاوزاه. هنا هاسيّح الشوكولاتة على حمّام مَيّة، وبعد كده أبدأ أزيّن الإيه، ال ال البيتو فور بتاعي، تمام؟ أهو. دي كان المَيّة أهي زي ما قُلت لِك مَيّة سخنة أهي، وهابدأ أحط طبق كده عليه، يبدأ يسيح معايا لحد ما تسيح معايا أهو. بعد كده بقى هنا خلاص دي التشكيلة اللي أنا هاعملها، زي ما قُلت لِك دي شوكولاتة ومعايا مربى ومعايا فارماسيه. باجيب شكلين زي بعض كده، وهابدأ في النُص كده أحشيها مربى، بحيث إن أنا ألزقها بيها، تمام؟ أهو كده. زي ما أنتِ شايفة كده، بسيط خالص وخطواته بسيطة وعجينته بسيطة وكل حاجة فيه بسيطة ومش هيكلّفِك حاجة ومش هيبوظ معاكِ صدّقيني، والطريقة ناجحة بإذن الله، ودي المقادير باعتمدها معايا كل سَنة، وكل اللي جرّبها شكر فيها وعجبته، جرّبيها إن شاء الله هتعجبِك. وهنا كنت بعد ما لزقته بانزل بالفرماسيه كده أهو، وبعد كده هاعمل واحدة تانية بالشوكولاتة برضه، وهابدأ أشكِّل الكمية كلّها زي ما أنا عايزة بقى شوكولاتة، مربى، زي ما تحبّي، حابة تسيبيه سادة خالص ما فيش مشكلة، التشكيلة اللي تحبّيها اعمليها. دي كانت الشوكولاتة، وبرضه كده وهانزل بالفرماسيه كده هاعمل كده من فوق كده، وهابدأ أنزل في الفرماسيه كده زي ما أنتِ شايفة، حاجة كده شكله جميل وتحفة. ودي كانت وهاشكِّله كلّها كده بالطريقة اللي أنتم شُفتوها أهو. وهنا كنت عملت شوية شوكولاتة سادة كده من على الوش ما حطيتش عليها فارماسيه، ودي كانت الكمية اللي طلعت معايا من الكيلو بتفور. ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال، اعمليه وجربيه والتشكيلة دي بتاعتك وإن شاء الله هيعجبك وطعمه تحفة، وكل اللي هيدوقه هيسألك جايباه منين لأنه طعمه بصراحة زي الجاهز بالظبط أهو. يا ريت بقى تشجعيني كده وتعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس، ولو عجبتك الطريقة يا ريت تقوليلي رأيك في الكومنتات، واستنيني في باقي وصفات باقي حاجات العيد. أعمل معاكم البسكويت والكحك إن شاء الله بمقادير مظبوطة بعتمدها معايا كل سنة. جربيه بالطريقة دي إن شاء الله هيعجبك، حاجة كده في منتهى الجمال أهو. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير بوصفة جديدة سهلة وبسيطة. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده كان شكله تقدميه كده لضيوفك، ولا لو كلتيه كده انتي كمان يعجبك جدا، حاجة كده في منتهى الجمال. انا كنت حابة اهو اكسرلك واحدة واتنين واوريكي شكله من جوه ومن بره. اعتمدي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك، خطوات بسيطة ومعظم الشيفات بتعمل بالمقادير ديت، وأكبر الشيفات كمان. جربيه كده ومش هتندمي بإذن الله. وما تنسيش تصلي على الرسول كده في الكومنتات أهو. أشوفكوا على خير ومع السلامة.